فيديو النهارده هوريكم مشترياتي بتاعه العيد. واضح كده ان الفيديو اللي فات عجبكم جدا، فقررت ما اتاخرش عليكم في بارت 2. وطبعا قبل ما نبدا الفيديو احب اعرف الناس الجديده، انا نمنم تسنيم، بس قولوا لي نمنم. بشارك هنا يوميات حياتي في الجامعه وشويه حاجات تانية كتير كده، فانزلوا تحت بسرعه اشتركوا في القناه وحطوا لايك للفيديو ده. ويلا بينا نبدا باول حاجه اشتريتها للعيد. وبالمناسبه دي اول مره اوري حد لبس العيد بتاعي قبل العيد عشان تعرفوا بس غلاوتكم عنه. اول اوتفيت للعيد وهو السلوبيت ده، وريتهولكوا على فكره الفيديو اللي فات، بس محدش كان يتوقع ان انا اخترته. بصراحه الستايل بتاعه جديد عليا، بصراحه كده لما لبسته في المحل حسيت ان انا شكلي مش نمنم، شكلي حد تاني. يعني حاسه ان انا عايزه البس حاجه ما لبستش زيها قبل كده، وتقريبا كل عيد بشتري يا جيبه يا فستان، فحلو برضو ان احنا ننوع. المهم بقى تعالى البسه واوريكم شكلي بيه عامل ازاي. حطوا لايك على ما اجي. يلا باي. مش باي قوي يعني، ما تمشوش. اول اوتفيت في اللبس. شوفوا يا جماعه الكياتة، شكلي بجد طالع كيوت قوي وشكلي مختلف. يعني نمنم بس مش نمنم في الاوتفيتات اللي انتم متعودين عليها. قولوا لي بقى رايكم شكله حلو بنسبه كام في المية؟ تدوله كام من 10؟ وبصراحه عايزه كمان اعمل له ستايلنج تاني، يعني بحيث لو خرجت بيه كذا مره يبقى طالع شكله في كل مره مختلف. لبست له كمان الشنطه دي، الشنطه الكتكوته دي. عايزه اعترف لكم اعتراف، الشنطه دي من محل اطفال، يعني باين قوي من شكلها. بصوا قد ايديا، بصوا يا دوب تاخد بس شويه فلوس العيديه بس. فيا ريت الناس اللي ناويه تديني عيديه كبروا العيديه عشان ترضى تدخل في الشنطه. بصوا شكلها من جوه، بصوا حتى لسه بالحاجات دي. اوف يا بصوا واخده قد ايه، بصوا طالع منها قد ايه. فده كده شكلها، وده كده شكل الحجاب اللي اخترته عليها. بصوا النقشه اللي عليه ازاي اسلاميه في نفسها، بجد حبيت شكلها قوي. وعملت لفه الحجاب دي. قولي لي برده شكلها حلو ولا ايه النظام. وتعالوا اوريكم بقى التنسيق التاني لنفس الاوتفيت. يلا بينا. التنسيق التاني بقى، قررت ان انا البس الطرحه دي، شكلها كده على شكل زي امواج بحر، سحاب، حاجه زي كده يعني. اما بقى بالنسبه للشنطه، فالشنطه القمر دي اول مره اجيب حاجه بالستايل المختلف ده. مش عاجبني ايديها فهجربها دلوقتي شكلها، لو مش حلو هغير الايد واحط ايد لونها ابيض. تعالوا بقى اوريكم شكل الاوتفيت كله طالع عامل ازاي. نفس الاوتفيت بس بتنسيق مختلف. تعالوا بقى اوريكم الاكسسوري اللي انا اخترتها للاوتفيت ده. بصوا هو انا ما اشتريتش اكسسوري، انا عملتها عمايل في البيت، وهي الصدف القمر ده. عايزه اقول لكم اصلا دي عندي من وانا في ابتدائي، كانت هديه من المدرس بتاعنا، وانا تقريبا في رابعه ابتدائي ولسه محتفظه بيها لحد دلوقتي. عملت لها بس اعاده تدوير بسيط كده. تعالوا بقى نشوف شكلها يطلع عامل ازاي على الاوتفيت. بصوا ده كده طالع شكلها، هي نفس الاجواء اللي انا كنت بدور عليها. وطبعا ما اكتفيتش لحد كده، عملت منها كمان الاسوره الصغيره دي. فطالعين ده كده شكلهم. حبيتها على الاوتفيت ده بس نص نص صراحه. عايزاكم بقى تقولوا لي انه تنسيق كان احلى للاوتفيت ده، الاولاني ولا التاني، وكمان انه احلى شنطه وانه احلى لفه طرحه. وطبعا استنوا الفيديو اللي بعد الجاي هيكون تنسيقات للفات حجاب للعيد، فترقبوا يا جماعه. المهم بقى قبل ما اوريكم الاوتفيت التاني، تعالوا اوريكم كده تنسيق سريع لنفس الاوتفيت ده، بس هرجع تاني الشميز جوه. قولوا لي برده انه احلى. تمام كده عندكم الاول اوتفيت 3 تنسيقات، مش عايزاكم تتهموني يا جماعه. وده كده شكله في التنسيق التاني. هوريكم دلوقتي على اللي هو الدراع اللي لونه ابيض. بصوا بقى ده شكلها كده بالدراع الابيض. صراحه حاسه التاني كان عامل لها كده اجواء، فتقريبا كده هرجع للدراع الاول اللي هو الدراع الغريب جدا ده. وكده اكون وريتكم اول اوتفيت. جماعه ركزوا عشان عايزاكم بجد تقولوا لي ايه احلى اوتفيت من اللي انا هوريهم لكم، عشان تقرروا معايا البس ايه اول يوم العيد وتاني يوم العيد وتالت يوم العيد وكده. فنركز لو سمحتوا. تعالوا بقى اوريكم تاني اوتفيت. شكل تاني اوتفيت، طبعا موده مختلف تماما عن الاولاني. ده قريب
شويه من الستايل بتاعي. عاجبني جدا درجات الالوان السنه دي اللي انا مختاراها. وبصوا الطرحه يا جماعه محتاجه نقعد ساعه كده نعبر عن جمالها وحلاوتها. بصوا الالوان، لا بجد بجد ايه يا نمنم الذوق القمر ده. السنه دي نمنم في ثوبها الجديد. للي مش واخد باله انا نمنم. لا بس بالله شوفوا لي التفاصيل، شوفوا لي بس هو بيتحرك. شوفوا طبعا علشان ما اكونش بكذب، ده ذوق مامتي، هي اللي مختاره الاوتفيت القمر ده، بس الطرحه انا اللي مختارها. بالله شوفوا لي الحلاوه وقولوا لي رايكم بكل مصداقيه، وانتوا بتدوني 1,000,000/10 على الاوتفيت ده. طبعا انا سايبه لكم حريه الاختيار، انتوا هتدوني 10/10 وتقولوا لي واو تحفه يا نمنم. بصوا الشنطه مختلفه تماما عن الاولانيين، بتحسوها كده مور كلاسي كده في نفسها. قيموا لي الاوتفيت وقولوا لي البس انه واحد اول يوم وانه تاني يوم. طبعا احنا مش هنسكت ومش هنسيب الاوتفيت كده زي ما هو، لازم نخترع شويه اختراعات. تعالوا نشوف هننسق الاوتفيت ازاي. بس قبل ما ننسقه تعالوا اوريكم حاجه مهمه، وهي الاكسسوري بتاعه الاوتفيت ده صندوق المجوهرات بتاعتي. بصوا بقى القمر اللي انا اشتريتهم المره دي خواتم. شوفوا لي الحلاوه، مش باين. بصوا يا لهوي على القمر، قمر يا جماعه بجد كيوت. اسكت لحد هنا؟ لا طبعا. شوفوا هالحلا، شايفين الحلا؟ ده الحلا نفسه كده اهو. شوفوا الحلاوه، اسكت لحد هنا؟ لا طبعا. اللي بعده، اسيب السلحفه دي لمين؟ يعني لو انا ما خدتهاش مين ياخدها؟ بصوا القمر، لا بلاش هنا كبير. شوفوا لي السلحفه وجمال السلحفه وحلاوه السلحفه. هل هسكت لحد هنا برضو؟ لا طبعا ابسولوتلي. اسيب لمين التاج؟ يعني يرضيكوا حد يلبس التاج غيري؟ لا طبعا. شوفوا لي طبعا من غير ما اقول لكم انتوا هتختاروا انه احلى خاتم في الاربعه واللي البسه على الاوتفيت ده، واختاروا لي واحد برضو للاوتفيت اللي فات. تعالوا بقى اوريكم التنسيقات اللي عملتها للاوتفيت ده غير اللي هو شكله الاساسي. التنسيق المره دي بقى هستخدم له بنطلون وايد ليج، حاسه انه هيغير شكل الاوتفيت تماما. كمان بصوا حاسه انه لايق قوي مع لون الشميز اللي من فوق. هلبس له بقى من فوق البيزك الابيض ده ومعاه الطرحه دي، حاسه لونها هيطلع دمار. ويمكن دي اكتر شنطه حاساها هتليق، لو ما لقيتش هنجرب حاجه تانية. في الاوتفيت ده بقى هنستعين بالشوز القمر ده. انا نسيت اوريكم اصلا الشوز من اول الفيديو، ويلا بينا اوريكم التنسيق. ده من احلى التنسيقات المختلفه عن شخصيتي اللي انا عاملها بجد. ايه الالوان القمر دي يا نمنم؟ انا مش هسيب لكم فرصه تقولوا لي حاجه في الكومنتات، انا بخلص كل الكلام من دلوقتي. لا بس بجد بعيدا عن الهزار، حبيت الالوان تحفه مع بعض بجد. وده يمكن اكتر طقم لقى عليه الاكسسوري اللي انا عاملاها في البيت دي، ومع الطرحه دي ودته في حته تانية خالص. كمان الشنطه لايقه، يمكن لايقه على ده كمان اكتر من الاولاني. بصوا لايقه ازاي عليه. لا بجد حبيت. وطبعا الشوز طالعه زي القمر. انا نسيت اوريكم اهم حاجه على فكره، لا استنوني، الشرابات بتاعت العيد. جماعه بصوا القمر، جبت القمر ده على شكل كتكوت على شكل كتكوت. ده لبيجامه العيد. تقولوا لي لونها ايه بيجامه العيد؟ والله ما اعرف لسه، بس يعني حاسه ان انا عايزه البس ده. وجبت كمان ده عليه قلوب من هنا كده، وجبت الفراولايه دي. الثلاثه احلى من بعض، عاجبيني قوي بجد. لو كنت قفلت الفيديو من غير ما اوريهم لكم كنت هزعل جدا. المهم بقى عايزاكم تقولوا لي رايكم في هذا الاوتفيت القمر، وايه كان احلى اوتفيت في كل اللي وريتهم لكم، ايه احلى تنسيق في كل التنسيقات، ايه احلى شنطه، ايه احلى طرحه. يعني فكروا معايا وهقرا كل الكومنت وهرد على كل الكومنت. بس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش لايك للفيديو، كمان تنزلوا تحت بسرعه تشتركوا في القناه عشان نوصل 5000. ومستنيه بجد رايكم، وقولوا لي كمان مين فيكم جاب لبس العيد ومين لسه. ولو عايزين اي مساعده في تنسيقات لبس العيد ابعتوا لاختكم نمنم على الانستجرام، ده الانستا بتاعي، لان دي من اكتر الحاجات اللي في حياتي بحب اعملها، ان انا انسق كده والبق الحاجات على بعض. البق دي. المهم
كده نكون وصلنا زي ما قلت لكم لنهايه الفيديو. بحبكم جدا 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 كمان مره، ويلا باي، واستنوا الفيديوهات الجايه.